السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نعمل لكم علم فتقة. تمام. اول حاجة جبنا معلقة صمغ عربي، حمصناها وبعدين شلناها، ضربناها في ايد الهون وبعدين حطيناها شلناها حبة حلوين. معانا الحاجات اللي هتدي للمفتقة طعم: 3 معالق مغات، 3 معالق حلبة مطحونة، و3 معالق تحويجة المفتقة من عند العطار. هنقلب كل ده تمام لغايه ما تطلع ريحته تمام، وكلهم ولازم تقلب كله في بعض عشان كله يدخل في بعض. تمام. بعدين ننزل بقى ب3 كيلو عسل، كل معلقه مغات عليها كيلو عسل. وبعدين ننزل اسمها اللي حطيناها في اول الفيديو، الصمغ العربي. نفضل بقى نقلب، نحط العسل كده ونقلب قلب 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 قلب. دلوقتي اللي انتوا شايفينه اللي هو الصمغ العربي اللي احنا حمرناه وبعدين خدناه طحناه وحطيناه تاني. تمام. نفضل نقلب 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 نقلب. تمام. يعني بص ظبطها يعني دي مفتقة حاجة جامدة قوي. المعلقة دي ملح ليمون كويسة قوي، يعني بتديله طعم يعني كويس. بس كده يا شباب، قلبنا 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 قلبنا. تمام. وبعدين ده اللون اللي وصلنا فيه بعد ما شلنا الريم. الخطوة اللي بعديها بقى بعد ما قلبنا ونشيل الريم ونظبط حاجتنا، ننزل بالمكسرات. عندك مكسرات وعندك سمسم، هو بيتعمل بالسمسم بس عشان ما لقيناش سمسم عملناه بالبندق. لا يعني مش بندق بس، بندق، كاجو، فستق، كل حاجة عندك حطها. اللي عندك حطه بقى، حطه كله. تمام. نفضل نقلب 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 وبس. فأخيرا 1 2 3، هذه هي النتيجة. البندق بيطرقع كده في الضرس، بص عالمي. فبس دي كانت نهاية حلقتنا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك واحلى كومنت. باي، استنوا في حلقات جديدة. كل كيلو عمل برطمان، يعني البرطمان الواحد عمل كيلو، فعشان كده يعني دي وصفة جميلة قوي لو عايز أكلة كويسة.